اهلا بيكم. انا محمد رضوان. مصطلح بقينا بنسمعه كتير في المشاريع العقاريه وهو السستينابيليتي او الاستدامه. ايه المقصود بيه وليه هو مهم وايه علاقته بالعقارات؟ طيب يعني ايه سستينابيليتي؟ هتقول لي الاستدامه. ايوه، يعني ايه بقى؟ كتير منكم طبعا فاهم المصطلح ده. المقصود بيه ان المشاريع العقاريه او المباني تبقى صديقه للبيئه، زي ان انا استعمل الطاقه الشمسيه في توليد الكهرباء، او ان انا اعمل مساحات خضراء واسعه. طيب ليه ده مهم في العقارات؟ هتقول لي علشان الحفاظ على البيئه او الحفاظ على الموارد وتوفير الطاقه، وكمان علشان ده توجه دوله لسنه 2030. تمام، حلو جدا. بس خلينا بقى ناخدها من فوق خالص. قبل ما نقول توجه دوله، اليو ان اليونايتد نيشنز بقت بتفرض على العالم دلوقتي تقليل الانبعاثات الحراريه. الكلام اللي انا هقوله ده ممكن يبان انه كلام علمي شويه، بس زي ما قلت اليو ان بقت بتفرض على العالم دلوقتي تخفيض الانبعاثات الحراريه، لان تخفيض الانبعاثات الحراريه ما بقتش رفاهيه. انت غصب عنك كعالم ككره ارضيه علشان تعيش لازم تخفض الانبعاثات الحراريه، لان درجه حراره الارض لو زادت درجتين كل اللي احنا بنشوفه في الافلام ده بقى هيحصل على ارض الواقع. تسونامي بقى، والدلتا عندك تغرق والقطبين يدوبوا. طب الانبعاثات الحراريه دي بتحصل من ايه؟ بتحصل من تاني اكسيد الكربون. ايه هو تاني اكسيد الكربون ده؟ الغاز اللي انت بتتنفسه من بقك. ولا غاز سام ولا حاجه، بس عيب تاني اكسيد الكربون ان هو بيعمل احتباس حراري. فبقى غصب عننا لازم نقلل الانبعاثات الحراريه ونزود الرقعه الخضراء. طب نقلل الانبعاثات الحراريه ازاي؟ نموت الناس اللي بتتنفس دي يعني؟ لا، قال لك تقللها عن طريق انك تقلل حرق الوقود. لقوا ان 30% من استهلاك الطاقه بتيجي من المباني بتستهلك 30% من الطاقه. احنا في مصر الطاقه كلها، طاقه الكهرباء كلها معتمده على حرق الوقود. اوعى تكون فاكر السد العالي بيمثل نسبه كبيره من الكهرباء في مصر، ولا حتى الطاقه الشمسيه. لا، احنا معتمدين بشكل كبير جدا على حرق الوقود الثيرمال، اللي هو حرق الغاز والبترول والفحم. طب ايه علاقه ده بالريل استيت او العقارات؟ ما هو زي ما قلت الطاقه 30% منها بتستهلك من المباني اللي انت ساكن فيها او بتشتغل فيها. فابتدى يبقى في كونسبت حاجه اسمها المباني الخضراء او الجرين بيلدينج، وابتدى كمان يبقى ليها سيرتيفيكت، شهاده، 12 شهاده على مستوى العالم. اشهرهم طبعا شهاده ليد، بس هم 12 شهاده جرين بيلدينج سيرتيفيكت. وابتدت كمان الحكومه تدي امتيازات للمطور العقاري اللي بيعمل مباني خضراء. يعني لو بنيت مبنى اخضر اتفضل يا سيدي امتيازات. من ضمن الامتيازات دي ان انت بتقدر تاخد قرض بنسبه 2% اقل من اقل نسبه في مصر. يعني لو رحت لاي بنك سي اي بي مثلا او اي بنك وهو بيدي فايده 8%، هو مطالب ان هو يديك 6%، 2% اقل، علشان انت بتبني مباني خضراء. بس طبعا بشرط ان انت يكون معاك الشهاده الجرين بيلدينج سيرتيفيكت. ومش بس كده، اللي هيسكن او اللي هيأجر العقار ده فاتوره الكهرباء بتاعته هتقل بنسبه 30% تقريبا. فمعنى كده ان خلاص بقى فكره السستينابيلتي دي حاجه اساسيه وملف مهم لازم يبقى موجود عند كل مطور عقاري بيعمل مشروع جديد. وحتى كمان في شركات وكيانات معينه لما بتيجي تاخد مبنى بتشترط انه يبقى جرين بيلدينج، زي شركه فودافون مثلا. لما بتيجي تاخد مبنى معين شرط ان لازم المبنى ده يكون مبنى اخضر. فالملف بتاع السستينابيلتي ده مهم جدا. طيب ده يفيدك انت في ايه كمشتري عقار او مستثمر؟ طبعا يفيدك، لان زي ما قلت انت بتوفر حوالي 30% من استهلاك الكهرباء، فاتوره الكهرباء. وغير كده كمان قيمه العقار نفسها بتبقى اعلى. لما بتيجي تبيع العقار او تأجره القيمه نفسها بتبقى اعلى. فدي كانت فكره سريعه كده عن السستينابيلتي، الاستدامه، واهميه الملف ده في العقارات دلوقتي. ومش محتاج افكرك طبعا، اعمل لايك لو عجبك الفيديو، واعمل شير عشان اكبر عدد يستفاد. وما تنساش الاشتراك على القناه بتاعتي على اليوتيوب. ولو احتجت اي حاجه تقدر تكلمني في اي وقت.